أهلا بيكم. من يوم التلات اللي فات وحالة من الفزع انتابت الأهالي في البدرشين بمحافظة الجيزة بمصر بعد مقطع فيديو تداوله الأهالي بشأن ظهور تمساح بترعة قرية أبو صير في البدرشين. الشرطة فرضت وقتها طوق أمني بمحيط الترعة دي لتطهيرها والإمساك بالتمساح، واستمر البحث لمدة يومين تقريبا ولم يجدوا أي أثر للتمساح بالترعة دي، وظنوا إن اللي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يكون غير حقيقي، أو ممكن يكون الحيوان ده هو حيوان الورل النيلي وهو شبيه جدا بالتمساح. والورل النيلي ده هو من فصيلة الزواحف، وهو من أكبر الحرشفيات الزاحفة، بيتغذى على القوارض والسمك والجيف وما بيهاجمش الإنسان، وما بيعتبرش كمان مفترس للإنسان، ووجوده في النيل طبيعي. وبعد عمليات البحث لمدة يومين بقرية أبو سير بالبدرشين، يوم الخميس تم العثور فعلا على التمساح ده، وتم اتخاذ كافة الإجراءات للإمساك بيه، وهيتم مصادرته لحديقة الحيوان. وجاري دلوقتي جمع المعلومات والتحريات حول سبب ظهوره ومين اللي قام بإلقائه في الترعة، الأمر اللي أصاب الأهالي طبعا بالرعب. التمساح ده لقوه تمساح نيلي عمره سنتين وطوله متر تقريبا. طب ايه يا سلمى اللي جاب التمساح ده في الترعة دي؟ هي الترعة والمصارف فيها تماسيح أصلا؟ بص أنا هفاجئك بالإجابة. التمساح بيعيش في أي بيئة مائية وممكن تجرفه مياه النيل لأي مكان، وإن الترع أو المصارف هي أفرع من نهر النيل اللي هو البيئة الأساسية اللي بتعيش فيها التماسيح في مصر. وزي ما قلنا في الفيديو اللي عملناه من شهر كده تقريبا بتاع تمساح مدينة الأقصر، وهسيب لكم برضو الفيديو في الآخر للي حابب يشوفه، قلنا ساعتها إن التماسيح بعد بناء السد العالي كلها بقت في بحيرة ناصر، لأن السد فيه حواجز وتوربينات بتمنع مرور أي تمساح يعدي. لكن ده ما يمنعش ان فأس التماسيح في النيل بيكون مرتفع جدا، فوارد يجري في النيل تماسيح صغيرة، او فأس البيض يعدي في مجرى نهر النيل والتمساح يكبر ويعيش بشكل طبيعي بعد كده. وممكن برضو وجود التمساح في الترع او المصارف يرجع لاحتمالية هروبه من احد البيوت اللي بتربيه، بيدور ساعتها على اقرب بيئة مائية بتقابله وهي الترعة او المصرف. وكمان في بعض الهواة بيحبوا يربوا التماسيح وهي صغيرة، فبيشتروه وهو عمره أيام وطوله مش كبير، بيوفروا له ساعتها البيئة المناسبة وبيحطوه في حوض. لكن بعد كده بيكبر التمساح وبيوصل لمرحلة صعب جدا على صاحبه التعامل معاه، وبيبقى مكلف كمان في تربيته، فبيتخلص منه في أقرب بيئة مائية سواء ترعة أو مصرف. والتمساح من الأحياء البحرية القوية جدا، هو من أضخم الزواحف الحية، عندها القدرة على العيش بدون طعام لفترات طويلة، وبيتغذى على ألوان مختلفة من الطعام، ملهاش كمان نوع طعام محدد. وعلى فكرة في سنة 2020 انتشر برضو أنباء عن ظهور تمساح في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، ولما عملت بحث عشان أجمع معلومات لقيت إن محافظة الجيزة وخاصة منطقة أبو رواش بيشتهروا بمزارع تربية التماسيح والتعابين والحيوانات الزاحفة وبيبيعوها، هي تجارة منتشرة جدا هناك. فممكن أحد التماسيح يكون هرب من المزرعة بتاعته ونزل لأقرب ترعة، أو حد رماه عمدا لإثارة الفزع والرعب بين الناس. عموما الحمد لله التمساح اتمسك والموضوع عدى بسلام. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هتوحشوني جدا، ودمتم في امان الله، مع السلامة.